ربنا يخليك ربنا يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ كله الحمد تمام؟ لله تمام. انت اعتقد ان حضرتك فوجئت بالتصريح زيي. طبعا مفاجاه، يعني ما بتحصلش كتير، يعني ان برضو لما يكون نادي كبير زي نادي الزمالك وبرضو في لعيب كبير زي جعفر، الموضوع حتى العلاقه ما بتحصلش في اوروبا. التصريحات بتبقى بالطريقه الصعوبه اللي بالنسبه للعيب بيصرح على رئيس النادي او العكس، او حتى رئيس النادي يقول اللعيب ده مش عايزه، خصوصا وانت الموسم شغال ولعيب مهم في الفريق. فانا شايف ان في خطا كبير من جنبين، يعني من الطرفين. وده دليل ودي مشكله نادي الزمالك، ان النظام برضو حته الاحترام لازم يبقى اكتر من كده موجود في النادي من كل الاطراف. يعني لازم الكبير يحترم من الصغير، ولازم الصغير طبعا يحترم ليه حضرتك بتقول الجمله دي يا كابتن ابراهيم؟ اصل انا عندي حاجه كنت اقولها لحضرتك. ليه حضرتك بتقول الكبير يحترم الصغير والحته دي تايهه في نادي الزمالك؟ انا بحس ان يعني للاسف يعني على مش جديده، يعني على مر العصور ان المشاكل حتى لو بتحصل في لعيب بيغلط كتير، يعني حصل في اجيال كتير، فالموضوع بيعدي على طول، ما بيحصلش معاه وقفه. يعني بتلاقي اللعيب بيخطأ خطأ كبير، تلاقي بعدها بيومين بتلاقيه في الملعب عادي، ما فيش اي مشكله. العقوبه بتبقى موجوده بتتشال. يعني حصلت فترات سنين كتير نادي الزمالك كده، الا مجلس الادارات بيبقى كل واحد بيطلع يقول تصريح، فدي هي اللي بتفقد القوه او قوه الشخصيه بالنسبه للعيب. الشخصيات او مجلس الاداره اللي بيتعامل مع اللعيب لما يطلع كل شويه مجلس واحد عضو يتكلم يقول رايه او يصرح او يهاجم لعيب، فدي بتخلي اللعيب بيبقى فيه خلاص نديه، بتفقد حته الفروقات اللي موجوده ما بين اللعيب ومجلس الاداره بتروح. انما لما يبقى في احترام من الطرفين، وخصوصا احترام من المجلس. في حته برضو، في حته مهمه جدا برضو لفتت نظري. يعني احمد جعفر انا بحبه، لعيب كبير ونجم، وفي بدايه البرنامج كنت انا رافض تماما ان هو يعني نذبحه او نعاقبه عقاب جامد ممكن الناس تاخد معاه ويستمر يلعب. ولكن في تصريح هنا الاستاذ ممدوح عباس صرح اكتر مره وقال ممدوح عباس، دي بالنسبه لي غريبه شويه. ما انا بقول لك هي بتتكسر حته الاحترام، يعني لازم يبقى في لعيب مهما كان برضه، يعني حتى لو في خطا من اي سواء رئيس نادي او مجلس اداره، لازم يبقى في احترام برضه. اللعيب مهما كان لعيب، ورئيس النادي لازم يكون ليه احترامه، ولازم يكون ليه القوه بتاعته. فانت لما تيجي لعيب ينطق باسم رئيس النادي او عضو مجلس الاداره بالسهوله ديت، برضه زي ما بقول لك هي ده دليل ان في تعود من فترات على مدار الاجيال كلها. فهي المشكله ان المجلس او الادارات اللي موجوده لازم هي اللي تنشر حته الاحترام، وحته ان في القدوه والمبادئ طبعا. ان الصغير صغير والكبير كبير واللعيب لعيب والرئيس النادي رئيس النادي. انما حتى لو النتائج كويسه، ما هو مش لازم النتائج تبقى كويسه ان انا اتدلع مثلا، يعني اطلع اتدلع على رئيس النادي بتاعي او اطلع اتدلع على عضو مجلس الاداره بتاعته. وما ينفعش برضو ان من كتر من الفرحه بتاخد لما يكون في فوز ولا في حاجه، الفرحه برضو بتاخد يعني رئيس النادي او عضو مجلس الاداره بتلاقيه يطلع تصريحات غريبه جدا ومش في وقتها، والمفروض ان هو ما يقولهاش. يعني الخطا مشترك يعني.